خياتي ان شاء الله تكونوا كامل ملاح بصحه جيده ومرحبا بكم في قناتي. خياتي كي نقولوا العيد لازم يكون صابلي تاع المعجون حاضر في الطاولات تاع العيد بهذا الطابع اللي راهو طوندونس وداير حاله، وعجينه تقعد محافظه على الشكل تاعها بعد الطياب، ويجيكم واحد الصابلي بنين خفيف هشيش وبزاف هايل. كتروا لي من اللي جا، بارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، والصلاه على الرسول. وبسم الله خياتي نبداو. طريقة التحضير: خياتي هنا عندي 250 غرام تاع زبدة، درت عليها 230 غرام تاع سكر كلاصي. كيلو تاع السكر تكون ناقصه الكيلو تاع الزبده بشويه. هنا خياتي نفرغوا سكر كلاصي تاعنا مع الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، نخدموها مليح. نزيدوا عليها خياتي 120 غرام تاع زيت ونكملوا نخلطوا. هذه الوصفه تجاريه، تقطع لكم 120 حبه تاع صابلي، يعني كي تلصقوهم تجيكم 60 حبه تاع صابلي ناجح 100%، ويجيكم خفيف وبزاف هشيش وبزاف بنين. هنا خياتي نزيدوا عليهم 2 حبات بيض كاملين وصفار حبه بيض، ونكملوا نخلطوا. نزيدوا مغرف كبيره تاع لافاني مع قرصه تاع الملح، نخلطوا مليح خياتي كما راكم تشوفوا حتى يندمجوا لنا المقادير مع بعضهم. وخياتي شوفوا خلطوا مليح حتى تحصلوا على قوام كما هذا يكون كما راكم تشوفوا. هنا خياتي نزيدوا عليهم 125 غرام تاع مايزينا، يعني عطيت لكم المقادير بالميزان هكا باش كامل تجربوا توفقوا فيه، ويجيكم واحد الصابليه خياتي ديروا عينيكم مغمضين بزاف هايل. هنا نحيت الباتوغ ونجيو نطمو العجينه تاعنا بيدنا بالفرينه اللي تكون مغربله. هنا خياتي نديروا الفرينه تاعنا مع كيس خميره تاع الحلوى، ونكملوا نجمعوا الصابلي تاعنا. خياتي نجمعوا الصابلي تاعنا بالفرينه كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد. وخياتي على حسب الفرينه تاعكم، كاين الفرينه اللي تشرب وفرينه اللي ما تشربش. الفرينه تاعكم خياتي تكون مغربله هكا باش الصابلي تاعكم يجيكم خفيف ويجيكم بزاف هايل. هنا خياتي الصابلي تاعكم طموه برك بلا ما تعجنوا كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على القوام اللي حابينه. انا خياتي هنا الكميه قسمتها على 2 باش نخدم بها صابلي بالشوكولا وخدمت بها صابلي تاع المعجون. الوصفه تاعو راح تلقاوها في قناتي ان شاء الله. خياتي هنايا نكملوا نجمعوا الصابلي تاعنا العادي. خياتي تقدروا الكميه هذه تقسموها على 3 ولا على 4، انا قسمتها على 2 يعني باش تجيني كميه لاباس بها، يعني 60 حبه تاع صابلي راح تجيكم كميه كبيره. هنا قسمت الصابلي تاعي كما شفتوا، كملت طميته بالفرينه حتى تحصلت على هذا القوام كما قلت لكم، تكون طريه وما تلصقش في اليد. هنا خياتي نغطوا الصابلي تاعنا ونجو نخدموه كيف. هنا نجيب كميه من العجينه تاع الصابلي تاعنا. هنا خياتي العجينه تاعي نحلوها فوق كيس بلاستيكي ونزيدو نغطوها بكيس بلاستيكي هكا باش يجينا السطح تاعها املس، ونحلوها بالحلال. هذه العجينه تجيكم خفيفه وهشيشه وبزاف ناجحه مليار بالمية. جربوها وعينيكم مغمضين كي تكملوا تحلوا الصابلي تاعكم خياتي وما ترقوش العجينه تاعكم بزاف. ديروا لها هذه الخطوه من الفوق باش ما تجيكمش جهه طالعه وجهه هابطه. هنا خياتي نجيبوا هذا الطابع اللي راهو طوندونس في الاسواق، شوفوا الشكل تاعو شحال شباب، يجيكم بزاف هايل ويبقى محافظ لكم على الشكل تاعو بعد الطياب. شوفوا خياتي ندو هذاك الرشام تاعو نفوتو نطبعوا به كما راكم تشوفوا، ومن بعد نقطعوا الحبه تاع الصابلي تاعنا. هنا خياتي طبحت الصابلي تاعي كما راكم تشوفوا بهذاك الرشام. وشوفوا خياتي ضغطوا مليح وديروه في الفرينه هكا باش ما يثقلكمش وما يغلبكمش. هنا خياتي دوك نجيو نطبعوا الحبات تاعنا تاع الصابلي. هنا خياتي نطبع الحبات تاع الصابلي تاعي كما راكم تشوفوا حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا بنفس الطريقه. والعجينه تاعكم خياتي كما قلت لكم ما ترقوهاش بزاف باش الصابلي تاعكم يجيكم مليح ويجيكم هايل. شوفوا الشكل تاعو يا خياتي يجي بزاف هايل وبزاف راقي. وهذه العجينه خياتي ما تبدل الشكل تاعها، وثاني يبقى محافظ لكم على الشكل تاعو بعد الطياب، وتجيكم بزاف هايله. هذه الوصفه جربوها وان شاء الله توفقوا فيها. كتروا لي من اللي جام خياتي فضلا وليس امرا، بارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده، وهكا تحفزوني باش نحط لكم وصفات جديده ان شاء الله. خياتي هنايا حطيت الصابلي تاعي في بلان اللي يكون مرشوش بالفرينه، وفي هذه الاثناء تكونوا درتوا الفور تاعكم يسخن على درجه 160 درجه حتى 170. نديروا الصابلي تاعنا يحمر لنا غير من التحت ومن الفوق يدينا هذاك اللون دوغي، ونحو يعني ما حش يدينا الوقت لانه كما راكم على بالكم الصابلي رقيق ما يديكمش الوقت. دوك نطبعوا هذيك القاعده باش نلصقوا بها الصابلي تاعنا. طبعت القاعده تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهذا الصابلي خياتي يجيكم بزاف هايل ولا غير يا خياتي جربوه ورجعوا لي ارائكم في التعليقات، يعني يجيكم بزاف هايل على ضمانتي جربوه.
هنا خياتي نستفو كامل الحبات وندخلهم يطيبوا كما قلت لكم على درجه 160 ولا 170. متخلوهمش يتحمروا لكم بزاف، غير يتحمر لكم من التحت. اشعلوا عليهم شويه من الفوق. هاتي شوفوا لي هذا الصابلي ما يتقلص، ما يتغير الشكل تاعو، ما يتبدل، ما يتعوج، ما والو، يقعد لكم هو محافظ على الشكل تاعو. شوفوا يجيكم ناجح كما راكم تشوفوا. الوصفه عطيتها لكم بكل دقه هكا باش تنجحوا كامل فيها. خياتي زدت استعملت معكم هذا الصابلي الشكل الثاني، لانه هذا الصابلي يجي فيه زوج اشكال وانتم الاختيار تاعكم. انا الصراحه خياتي عجبني الشكل الاول، وانتم الاختيار تاعكم. تحبوا ديروا هذا الشكل تاع المربعات صغار، تحبوا ديروا الشكل الاول. خياتي شوفوا فوتوا رشموا هذاك الرشام قبل في العجينه، ومن بعد قطعوا بلوختو بياس هذاك تاع القلب. هنا خياتي شوفوا الحبه تاعكم تجيكم بزاف هايله وبزاف رائع. هذا الصابلي قد ما نشكره لكم يا خياتي ما نوفيلوش حقه. هذه العجينه المعتمده عندي، نخدم بها كل انواع تاع الصابلي. تقدروا تبدلوا في الاذواق، وانتظروا الوصفه تاع صابلي شوكولا اللي كنت نقصت من هذه الصابلي هكا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. الفيديو الثاني راح تلقاوه في قناتي ان شاء الله. راح نحط لكم الوصفه مور هذه الوصفه تاع الصابلي، ويجيكم واحد الصابلي خياتي بزاف هايل، ويجي الشكل تاعو بزاف شباب. نغيروا شويه من الصابلي العادي. هنا خياتي بعد ما طاب لي الصابلي تاعي شوفوا كيفاش يجي بزاف هايل. دوك خياتي نلصقوه كيف خياتي نجو نلصقوا الصابلي تاعنا بالمعجون. وخياتي قد ما بدلنا في الحشوه تاع الصابلي وقد ما بدلنا في الاذواق، يقعد صابلي تاع المعجون هو المخير، وكل عيد لازم يكون حاضر في الطاوله الجزائريه. هنا خياتي نلصقوه بالمعجون كما راكم تشوفوا، وندهنوا له الاطراف هادو الجوانب تاعو بهذه الطريقه باش يلصق لنا نواه كوكو. خياتي تقدروا تخلوا على هذه الطريقه، ما ديروهاش، ما ديرولوش نواه كوكو في لي كوتي، لكن تزيد له في الجمال تاعو ويجي الشكل تاعو بزاف شباب. هنا خياتي نجيبو سنيوه نحطوا الحبات تاعنا تاع الصابلي. خياتي الصابلي تاعكم يجي محافظ على الشكل تاعو كما راكم تشوفوا، يجيكم على حبه ويجيكم هايل. ما تجيكمش حبه كبيره على حبه ولا يجيكم تبدل له الشكل تاعو، يقعد لكم كما راكم تشوفوا محافظ على الشكل تاعو. هنا خياتي لصقوه بالمعجون وزيدوا ندهنوا له هذوك الجوانب ونرمدوه هكايا في نواه كوكو. نجوزوه كامل هذوك الجوانب في نواه كوكو باش يجينا الشكل تاع الحبه متحوف. وتقدروا خياتي تعوضوا هذاك نواه كوكو بكاوكاو يكون مرحي ولا قفريط، كل واحد والاختيار تاعو. هنا خياتي زدت لصقت الحبه تاعي بالمعجون بهذه الطريقه، وندهنوا لهم هذو الاطراف بالمعجون تاني غير بالبانسو برك حاجه خفيفه ما تكتروش باش يلصق لنا مع نواه كوكو فيها ويعطينا الحبه تاعنا شكل شباب. هنا خياتي نكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه، ونجو نعمروا هذوك القلوبه اللي في الوسط نعمروهم بالمعجون. تقدروا ديروا له شويه كولورو تاع المشمش ولا تاع الفراز هكا باش يعطيكم لون احمر. انا خياتي فضلت نديرو هكا سامبل. المعجون اللي بقى لي كملت عمرت به هادو الثقوب اللي راهم في الوسط كما راكم تشوفوا. يجي الشكل تاعو بزاف شباب وبزاف هايل. صراحه انا نصور في الليل، خليته حتى الصباح باش صورته معكم هكا باش تشوفوا النتيجه تاعو وتشوفوا الشكل تاعو يجيكم بزاف هايل. كملت عمرت هذوك الثقوب وخياتي هنايا خليت حتى النهار باش صورته معكم باش تشوفوا الشكل تاعو كيفاش جا الشباب هايل راقي. نشكره لكم يا خياتي ما نوفيلوش حقه، يجيكم يدوب في الفم بزاف رائع ويجي بزاف هشيش وبزاف هايل. جربوا خياتي واستمتعوا لي بهذيك البنه، وتقدروا تعتمدوا هذه الوصفه لمشاريعكم لانه تقطع لكم كميه الله يبارك ويجيكم يدوب ذوبان وبنته روعه. هذه الوصفه ناجحه مليار بالمية. جربيها وعينيك مغمضين، وما تنسينيش بليجام والبارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وخياتي انتظروا صابلي شوكولا نحطها لكم ان شاء الله. وسلام في فيديو آخر.